نعم أخبروا مؤسس التاريخ أن يضيعون اسم السفاح يونس محمود، ويكون سؤال لا يمكن تركه، وهو السفاح يونس محمود ابن العراق، ابن الرافدين، ملك آسيا، مراب آسيا، مدمر آسيا. كان طبيبا لشعب ينزف دما من ولايات الحروب. لا تكفي الكلمات والعبارات والتغريدات، سأكتفي بالقول وأقول وداعا. وعليهم إلا أن يضعون لك تمثال بجانب حمورابي يضعون للسفاح تمثال، فهو من كان الله أيضا وضعوا تمثال بجانب أبو نواس، لكي يكونوا أنتم كلمة تاريخ. وأنا على يقين سنبلغ أولادنا وأحفادنا بأنه نبقى في زمن 2007 كان العراق مجروح ولكن داوى جرحى إلا السفاح يونس. حيثما كانت هناك الزعامة، حيثما كان هناك المصدر بالعاصمة الإندونيسية، بعد أن سجل رأسي عالمية وقال